ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد هعلمك فيه ازاي من بواقي الخيوط تعملي قطعة بجد فنية تنفع تستخدميها ميدالية، توكة، توزيعات، زي ما تحبي. يلا بقى هاتي بواقي الخيوط اللي عندك وتعالي نشتغل الفكرة الجديدة دي معانا. انا هشتغل بإبرة مقاس 3.5 وخيط متوسط السمك. اول حاجة هنبدأ نعمل عقدة البداية او الدايرة السحرية، وهبدأ اشتغل جواها. هرتفع 3 سلاسل والف الخيط على الابرة واشتغل غرزة بف. هلف الخيط على الابرة وادخل مرة، 2، 3، 4، 5، وبعدين هدخل اخرج من كل الحلقات كده. متبقالي حلقتين على الابرة، هخرج منهم مرة وكمان هعمل سلسلة تاني. هشتغل غرزة البف، هلف الخيط على الابرة وادخل اسحب الخيط مرة، تانية، 3، 4، 5، 5 لفات، وبعدين هسحب الخيط واخرج من كل اللفات. معايا حلقتين هخرج منهم واقفل عليهم بسلسلة تاني. هبدأ اشتغل لحد ما اخلص كل الدايرة كلها بنفس الطريقة. هشتغل غرزة بف، الف الخيط على الابرة وادخل 5 مرات، 2، 3، 4، 5، واخرج من كل الحلقات. معايا حلقتين على الابرة هخرج منهم واقفل عليهم بسلسلة. هكمل باقي الدايرة السحرية وارجع لكم. اشتغلت 8 غرز بف بنفس الطريقة، اللي هو بلف الخيط على الابرة وادخل 5 مرات في نفس الدايرة، وبعدين اخرج من الحلقتين، من كل الحلقات يتبقى لي حلقتين، اخرج مرة واعمل سلسلة. ادي اخر سلسلة انا عملتها، وبعدين هسحب الخيط عشان اقفل الدايرة كويس اهو، وهقفل في تالت غرزة انا اشتغلتها من بداية السطر. هخرج من الحلقة والحلقة اللي على الابرة كمان كده الشكل معايا. طبعا هسحب خيط البداية هنا جوه كده. ده اول سطر معانا اهو، وبعدين نبدأ نشتغل السطر التاني. عشان اشتغل السطر التاني هعمل ايه؟ هرتفع سلسلة واحسبها مجرد ارتفاع، وبعدين هدخل في نفس المكان اعمل غرزتين حشو، 1، 2، تاني. ادي اول غرزة حشو، 1، 2، وبعدين هتخطى غرزة. دي الغرزة اللي انا اشتغلت فيها اول واحدة، هتخطى تاني غرزة وادخل في اللي بعديها اعمل غرزتين حشو، 1، 2، وبعدين هتخطى غرزة وفي اللي بعديها برضو ادخل اعمل غرزة حشو، 1، 2، وهكذا. كل غرزة هتخطى واحدة وفي اللي بعديها ادخل اعمل غرزتين حشو، وهكذا لحد نهاية الدور. هكمل بقى وارجع لكم. خلاص انا اشتغلت 14 غرزة، باقي بقى اخر غرزتين هشتغلهم. اتخطى غرزة وادخل في اللي بعديها، اسحب الخيط اعمل 1، 2، كده خلصت. بقوا 16 غرزة معايا، وهدخل في اول غرزة حشو انا اشتغلتها. مش هدخل في ارتفاع السلسلة لاني يعني حسبته مجرد ارتفاع. هدخل في اول غرزة حشو كده. خلاص الشكل معايا اهو تمام. هقص الخيط بقى علشان انا حابة ادخل لون تاني. هرتفع سلسلة للتأمين،
واسحب الخيط. كده الشكل معايا اهو. هبدأ بقى اكمل باقي السطور. هبتدي اشتغل بلون تاني، انا هشتغل باللون الابيض. انتي طبعا زي ما تحبي، الالوان دي حاجة من اختيارك. انا هشتغل اللون الابيض. فهجيب الخيط وابدأ الضم في اي مكان، ممكن في البداية او في اي مكان انتي حباه. فهدخل هنا كده واسحب الخيط وارتفع سلسلتين. طبعا انا هداري معايا الخيوط تحت الشغل، وهدخل في كل غرزة انا اشتغلتها هبدأ اشتغل فيها اعمدة بلف. اول واحدة انا ارتفعت سلسلتين، هحسبهم برضو مجرد ارتفاع، وادخل اعمل اول عمود بلف، وفي نفس المكان هعمل التاني، وادي التالت. الغرزة اللي بعديها برضو هلف الخيط على الابرة وادخل اعمل اول عمود بلفة، التاني، التالت. كده هدخل في كل غرزة انا اشتغلتها وهشتغل فيها 3 عمود بلف. وطبعا ماخده معايا خيط البداية تحت الشغل علشان اداريه معايا. ادي عمود بلفة، التاني، التالت. هكمل كده زي ما احنا شغالين في كل غرزة. هبدأ اشتغل غرزة عمود بلفة. هكمل السطر كله بثلاث غرز عمود بلفة في كل غرزة وارجع لكم. خلاص قربت على نهاية الدور وباقي معايا غرزتين. هلف الخيط على الابرة وادخل في كل غرزة فيهم اشتغل 3 عمود بلفة. اخر غرزة ادي 1 2 3. خلاص الغرزة الأخيرة 1 2 3. تمام. بصوا الشكل معايا بقى عامل ازاي. طبعا هقص اي خيوط زيادة. الشكل معايا بدأ يبان اهو. خلاص بقى هقفل فين؟ هقفل في اول غرزة عمود بلفة انا اشتغلتها. هدخل اسحب الخيط ومن الحلقة اللي على الابر، وبرضو هقص الخيط. انتي ممكن تشتغلي بلون واحد اكتر من لون زي ما تحبي. هرتفع بقى سلسلة للتأمين وانهي الشغل. كده الشكل ابتدى معايا يبان. دي طاقية صغيرة تنفع تعمليها توزيعات، ممكن تعمليها توكة، تعمليها ميدالية زي ما تحبي. لسه معانا سطر كمان، ممكن انت تكتفي بالثلاث سطور دول، وممكن ترتفي معايا السطر الجديد. فانا هكمل السطر الجديد باللون البنك تاني. هدخل بقى في اي غرزة تحت كده الحلقتين واسحب الخيط الجديد وارتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. وفي نفس المكان هدخل اعمل غرزة منزلقة، اسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة. تمام. واتخطى غرزة، والغرزة اللي بعديها هدخل اعمل منزلقة، اسحب واخرج من الحلقة اللي على الابرة وارتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. في نفس المكان هدخل واسحب الخيط ومن الحلقة اللي على الابرة اهو. دي غرزة كلاستر. لو حابة اعمل لك فيديو ليها مفيش مشكلة، عرفيني في الكومنتات وان شاء الله اعمل لك فيديو ليها.
اتخطى غرزة وفي اللي بعديها ادخل اعمل غرزة منزلقة وارتفع 4 سلاسل، وادخل في نفس الغرزة اعمل غرزة منزلقة، وهكذا اتخطى غرزة وفي اللي بعديها اعمل منزلقة، ادخل تحت الحلقتين اسحب واخرج اعمل منزلقة، وبعدين ارتفع 4 سلاسل، وفي نفس المكان اعمل غرزة منزلقة تاني، اتخطى غرزة وفي اللي بعديها هسحب الخيط ومن الحلقة اللي على الابرة ارتفع 4 سلاسل، وبعدين في نفس المكان ادخل اسحب ومن الحلقة اللي على الابرة اعمل غرزة منزلقة، وهكذا هكمل الدور كله بنفس الطريقة. اتخطى غرزة وفي اللي بعديها ادخل اعمل غرزة منزلقة، ارتفع 4 سلاسل، وفي نفس المكان غرزة منزلقة تاني، وهكذا لحد نهاية الدور. هكمل الدور كله بنفس الطريقة وارجع لكم. خلاص انا قربت على نهاية الدور واشتغلت بنفس الطريقة في كل غرزة غرزة كلاستر، واللي بعديها اتخطاها. هدخل كده ادي الغرزة اللي عليها الدور، بعد ما اتخطيت غرزة ادخل في اللي بعديها بغرزة منزلقة، ارتفع 4 سلاسل، وادخل في نفس المكان اعمل غرزة منزلقة تاني، ادي غرزة هفوتها وادخل في اللي بعديها اعمل غرزة منزلقة وارتفع 4 سلاسل، وادخل في نفس المكان اعمل غرزة منزلقة واتخطى غرزة، وفي اللي بعديها ادخل اعمل غرزة منزلقة وارتفع 4 سلاسل، واقفل في نفس الغرزة بغرزة منزلقة برضه. خلاص كده انا خلصت الدور. هقفل فين؟ هقفل هنا، هسحب كده منزلقة هنا وادخل في اخر غرزة واخرج منها، هقص الشغل وارتفع سلسلة التأمين وانهي الشغل. طبعا هداري بواقي الخيوط معايا. ده الشكل النهائي معايا. ممكن اركب له هنا ميدالية، ممكن احط له توكة من جوه كده استك او توكة كليبس زي ما تحبي. ده الشكل النهائي. انا عملت منها اكتر من لون اهي. يا رب تعجبكم وتجربوها. قولي لي رايكم في الكومنتات. منسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو عجبكم الفيديو. واشوفكم فيديوهات جاية تاني ان شاء الله. ولو حابين تكتبولي في الكومنتات ايه اللي تحبوا تشوفوه معانا الفترة الجاية. اشوفكم على خير ان شاء الله.